19 يوليو 2026 حل الليل على العاصمة الروسية موسكو، المدينة اللي فيها حوالي 13 مليون نسمة واللي بتبعد تقريبا 280 ميل عن أوكرانيا نايمة دلوقتي. بس موسكو على وشك تصحى على مفاجأة مش لطيفة، عشان جيش الطيارات المسيرة بتاع أوكرانيا متجه ناحيتها. مش بس طيارتين مسيرتين ولا حتى دستين منهم، أكتر من 400 طيارة بدون طيار طلعت في السماء وبتتجه بسرعة لقلب روسيا السياسي والاقتصادي والثقافي. مهمة السرب واضحة: ينشر الفوضى في العاصمة الروسية، يدمر البنية التحتية القيمة، ويكمل سعي كييف إنها تخلي الحرب مكلفة وصعبة الاستمرار على أعدائها. وأول ما الطيارات المسيرة تقرب من موسكو تبدأ دوائر الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي في المدينة تشتغل. أنظمة الصواريخ زي بانسير S1 بتشتغل فجأة، وحدات الدفاع الجوي المتحركة بتوجه أسلحتها للسماء، وأنظمة الحرب الإلكترونية بتبدأ تطلع إشارات تشويش حواليهم. بس ده قليل ومتأخر، السرب خلاص وصل للبوابات وعدده كبير جدا على دفاعات روسيا الضعيفة تقدر تتعامل معه. في خلال دقائق أول انفجارات هتحصل والدخان هيملى سما العاصمة الروسية من تاني. والهجوم ده حصل بعد 24 ساعة بس من تعرض العاصمة الأوكرانية كييف لواحد من أسوأ الهجمات في الحرب دي لحد دلوقتي. في ليلة 18 يوليو روسيا قررت تطلق وابل ضخما من الصواريخ البالستية على كييف، وكان واضح أنه نيتهم يعملوا أكبر ضرر ممكن من غير ما يهتموا بعدد المدنيين اللي هيتصابوا في النص. تم تسجيل 41 صاروخ من أنواع مختلفة دخلوا المجال الجوي للمدينة في نص الليل، وكثير منهم كانوا أسرع من سرعة الصوت. وقت ما صفارات الإنذار بدأت تضوي حوالين العاصمة الأوكرانية ما كانش فيه وقت تقريبا للسكان يجروا من سرايرهم ويجمعوا أحبابهم ويدوروا على ملجأ قبل ما الانفجارات تبدأ. سرعة الصواريخ وقدرتها على المناورة مع عددهم الكبير خلت من الصعب جدا على الدفاعات الجوية الأوكرانية تتعامل مع الهجوم اللي شارك فيه كمان 125 طيارة مسيرة روسية حسب التقارير. أوكرانيا طورت واحدة من أعقد شبكات دفاع جوي متعددة الطبقات في العالم، وبتعتمد على مزيج من أنظمة الصواريخ الغربية زي باتريوت وآيريس DSLM، وأنظمة سوفيتية قديمة زي S300، وأجهزة تشويش إلكتروني، وأبراج أوتوماتيكية، ومجموعات نيران متحركة، معاهم مدافع مضادة للطائرات ورشاشات تقيلة، وأنظمة صواريخ محمولة على الكتف. للأسف البلد بتعاني من نقص خطير في صواريخ الاعتراض الغالية اللي بتحتاجها عشان تتعامل مع أخطر وأسرع التهديدات الروسية زي صواريخ الكروز والصواريخ البالستية. فمع أنه الجيش الأوكراني قدر يسقط أغلب الطيارات المسيرة وأسقط 108 من أصل 125، قدر يوقف أقل من نص الصواريخ، 18 صاروخ بالضبط، الباقي ضرب أهدافه. وحصلت انفجارات كتير حوالين كييف وجابت دمار أكتر لمدينة عانت كتير من ساعة ما بدأ الصراع في فبراير 2022. دوي وانفجارات ملوا الجو، وكتير من الصواريخ سابت وراها أكوام من الركام وحرائق مشتعلة. الضربات حصلت في أكتر من حي في المدينة، وتأثرت مباني سكنية ومخازن وسكن طلاب وسوبر ماركت، وكل دي كانت من المباني اللي تضررت أثناء الليل حسب كلام عمدة كييف فيتالي كليتشكو. محطة مترو قريبة من وسط المدينة اتضررت برضه، ونفق مشاة تحت الأرض قريب منها انهار، وما فضلش غير كومة أنقاض بيحاول عمال الإنقاذ يدوروا فيها. حوالي 600 من العمال دول وكمان المسعفين وضباط الشرطة وناس تانية من فرع الطوارئ اتطلبوا بعد الهجوم علشان يطفوا الحرائق ويشيلوا الأنقاض وينقذوا المدنيين اللي اتحبسوا ويقدموا رعاية طبية عاجلة للناس اللي محتاجين. رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي قال بعد كده إن في على الأقل شخص واحد اتقتل و16 تانيين اتصابوا، وكذا واحد منهم حالتهم خطيرة. أندري سيبيها القائم بأعمال وزير خارجية أوكرانيا قال إن ده كان أكبر هجوم صاروخي اتعرضت له كييف من ساعة ما الحرب بدأت. وعلى فكرة العاصمة ما كانتش الهدف الوحيد لروسيا، وفي الوقت اللي كانت فيه الحرائق لسه مشتعلة في كييف الطيارات المسيرة والقنابل الروسية كانت بتضرب مدن ومناطق تانية حوالين البلد. وكان في تقارير عن هجمات في زابوريجيا اللي تقتل فيها شخص واحد، وكمان في خرسون اللي تقتل فيها 2 من ضمنهم ست عندها 75 سنة. وفيه وفاة تانية حصلت في منطقة دنيبروبتروفسك، وولد عنده 16 سنة فقد حياته في مدينة أوديسا بعد ما الروس هاجموا ملاهي. هجوم ورا هجوم، انفجار ورا انفجار، موت ورا موت. هجوم روسيا المستمر لسه مكمل من غير توقف، بس أوكرانيا ما بقتش مضطرة تقعد تستحمل وبس. دلوقتي عندها الأسلحة اللي تقدر ترد بيها جوه الأراضي الروسية وترد على الكرملين على كل هجوم. وفي الساعات اللي بعد الهجوم على كييف قوات أوكرانيا بدأت فورا تجهز لضربة انتقامية.
بعد ما تعرضت لهجوم ضخم بالشكل ده على عاصمتها، أوكرانيا كانت متحمسة ترد بضربة مماثلة على موسكو. فخلال يوم 19 يوليو وفي الوقت اللي عمال الإنقاذ كانوا لسه مشغولين في شوارع كييف، فرق الطائرات المسيرة الأوكرانية جهزت سرب ضخم من الطيارات بدون طيار مكون من نماذج مختلفة، منها طيارات مسيرة للتمويه ومسيرات هجومية بعيدة المدى أحادية الاتجاه زي الفاير بوينت FPFP-1. وأول ما الشمس غربت السرب اطلع تحت غطاء الظلام. مئات الطيارات المسيرة الأوكرانية طلعت للسماء من أماكن مختلفة، ومع أن الأغلبية العظمى اتجهت للعاصمة الروسية، قادة أوكرانيا مركزوش بس على موسكو، هم كمان كانوا عايزين يتأكدوا أنهم ما يغفلوش أماكن وأهداف تانية كانت مهمة بنفس الدرجة ويمكن أكتر كمان. في الوقت اللي مئات الطيارات المسيرة بدأت رحلتها الطويلة ناحية الشمال الشرقي، سرب أصغر اتجه في الاتجاه المعاكس للجنوب ناحية بحر أزوف. المسطح المائي الحيوي ده اللي موجود بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية، وكمان البحر الأسود اللي موجود أبعد ناحية الجنوب. 7 أسطول الظل الروسي اشتغلت بشكل كبير في المسطحات المائية دي، وصدرت النفط وسلع تانية بشكل غير قانوني عشان يدخلوا فلوس، هم في أمس الحاجة ليها لخزينة الكرملين، وفي نفس الوقت بيوصلوا إمدادات حيوية لشبه الجزيرة المحتلة. لكن الأسابيع الأخيرة شافت أوكرانيا بتركز على تعطيل عمليات الأسطول، وبتضرب وبتغرق عدد كبير من ناقلات النفط وسفن الشحن وسفن تانية وهم بيحاولوا يعبروا البحار. وفي ليلة 19 يوليو كان في سفن تانية هتواجه نفس المصير بالضبط، وتحت قيادة قائد قوات الأنظمة غير المأهولة روبرت ماجيار بروفدي، وجه طيارو المسيرات الأوكرانيون من نوع FP في مسيراتهم الانتحارية نحو أهدافهم، وهي بتتحرك بسرعات عالية ومزودة بكاميرات حرارية عشان تقدر تميز السفن المختلفة المنتشرة على سطح المياه بسهولة. الدرونز ما كانش عندها أي مشكلة في تتبع السفن الروسية اللي كانت كبيرة وبطيئة جدا لدرجة إنها ما قدرتش تعمل أي مناورة هروب. وكمان غير شوية حراس مسلحين متوزعين على سطح السفن. السفن دي ما عندهاش وسيلة حقيقية تدافع بيها عن نفسها ضد هجمات الدرونز. درونز أوكرانيا رصدت السفن وانطلقت ناحيتها بسرعة. أول انفجار حصل وده عمل تموجات على سطح المياه. الطواقم والكباتن اللي على السفن التانية سمعوا صوت الضربة وشافوا نيران، بس ما كانش عندهم وقت يلفوا أو يهربوا، وهم عارفين إن دورهم جاي. كل اللي قدامهم يعملوه إنهم يستنوا ويستعدوا للضربة. سفينة تانية اتضربت وبعدها واحدة كمان وكمان واحدة، وطائرات أوكرانيا المسيرة كانت بتستهدف أهم أجزاء كل سفينة وبتفجر فتحات في جسم السفينة وبتولع حرائق في البنية الفوقية بتاعتها، وسابوهم متعطلين والدخان طالع منهم، واطقم السفن بيجروا بسرعة ناحية قوارب النجاة. ولما الأمور هديت كان فيه 7 سفن في المجمل اتضرروا من الطيارات المسيرة، وبكده وصل العدد الإجمالي لسفن أسطول الظل اللي أوكرانيا هجمتها في يوليو لرقم مذهل وهو 183 سفينة. وبعد اللي حصل المسؤولين الروس قرروا يوقفوا عمليات الشحن في بحر أزوف، وده هيأثر بشكل مباشر على اقتصاد البلد لأنها مش هتقدر تنقل النفط والمحاصيل من خلال الممر المائي ده للمشترين الدوليين. وفي الوقت اللي الدخان كان مالي السما فوق البحر، كان في طيارات مسيرة أوكرانية تانية على وشك تضرب هدف مهم تاني على اليابسة. على بعد أميال داخل اليابسة وبعيد عن الفوضى اللي بتحصل في بحر أزوف، كان سرب من الطيارات المسيرة الأوكرانية في طريقه للجزء اللي تحت سيطرة روسيا في منطقة خيرسون، وكانت الطيارات دي تحت سيطرة فريق من المشغلين في مركز العمليات الخاصة ألفا التابع لجهاز الأمن الأوكراني. الطيارات المسيرة ما كانتش بس بتفتش المنطقة عن أي أهداف روسية عشوائية ممكن تدمرها أو تخربها، كان عندهم هدف محدد جدا في دماغهم، وكل واحدة منهم كانت رايحة عليه مباشرة. الهدف ده كان مركز تنسيق تابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أو اللي معروف باسم FSB، اللي هو الوريث الحديث لجهاز KGB الشهير بتاع الاتحاد السوفيتي، وكان متأسس في مبنى قديم كان في الأصل بيت ضيافة، وروسيا أعادت استخدامه بعد ما جيشهم سيطر على المنطقة. المركز ده بيضم لحد 100 فرد من العسكريين وضباط FSB في أي وقت. من المحتمل إن كان فيه عشرات جوا المبنى نايمين في سابع نومة في الساعات الأولى من يوم 20 يوليو وقت ما كانت طيارات أوكرانيا المسيرة بتقرب. كانوا فاكرين نفسهم في أمان، وكان عندهم سبب قوي يخليهم يفكروا كده، لأن المركز كان عليه حراسة مشددة، وبحسب جهاز الأمن الأوكراني نفسه كان فيه عدة حراس مسلحين موجودين في المواجهة بيراقبوا أي تهديد ممكن يجي. القوات الروسية كمان كانت عاملة نقاط تفتيش في المنطقة المحيطة وكانت شغالة وقت الضربة، وكمان كان في حواجز وملاجئ تحت الأرض يقدر الجنود والضباط ينسحبوا ليها لو كان في أي شك في هجوم مشيك. حقيقة إن روسيا خصصت موارد كتير عشان تدافع عن المكان ده، بتبين قد إيه هو مهم. في نواحي كتير جهاز FSB هو العقل المدبر ورا كل مجهود الحرب بتاع الكرملين، وعشان كده موسكو بتعمل مجهود كبير عشان تحافظ على قواعد ومقار. أجهزة المخابرات بتاعتها مؤمنة وسرية جدا. كان في وقت أوكرانيا كانت هتواجه صعوبة إنها تضرب موقع زي ده، ببساطة ما كانش عندها التكنولوجيا ولا عدد الوسائل اللي تقدر بيهم تتخطى دفاعات روسيا وتسبب ضرر كبير لمنشأة تابعة للFSB. بس الوقت ده عدى، وأوكرانيا في 2026
بقت أقوى بكتير من زمان. بقى عندها طيارات بدون طيار أسرع وأذكى وأقوى في التحمل، وكمان مجهزة برؤوس حربية أكبر وأكثر تدميرا، و13 من الطيارات دي كانوا على وشك يضربوا القاعدة. الطيارين بتوعهم كانوا بيتابعوا الشاشات من أماكن آمنة على بعد عشرات الأميال وهم بيقربوا من هدفهم. عدوا فوق الحواجز الروسية وعدوا الحراس المسلحين وفضلوا يراقبوا المكان، وشافوا حوالي 70 مركبة متوقفة حوالين منطقة المنشاة، وده كان دليل واضح إن في احتمال كبير يكون في عشرات الضباط جوه في الوقت ده، وده شجع الطيارين أكتر وخلاهم متحمسين يوجهوا ضربة قوية لوكالة استخبارات العدو، فزودوا سرعتهم وكملوا طريقهم. اتفرغوا قبل ما يطيروا الدرونز بتاعتهم مباشرة دي جوه المجمع، وكل درون ورا التانية اصطدمت بالهدف بتاعها وسببت فتحات في الحيطان والسقف وولعت حرائق شديدة فضلت مشتعلة لساعات. بعد كده الهجوم كان سريع وفعال وما سابش للروس وقت كافي يردوا أو يتصرفوا، وفي خلال دقائق أجزاء كبيرة من المركز كانت بقت غارقة في الدخان. محدش يقدر يعرف كم واحد من أفراد الاف اس بي اتقتل أو اتصاب من وقتها. روسيا أكيد مش هتعلن أي أرقام رسمية في الوقت القريب، بس مفيش شك إن الوكالة اتعرضت لضربة قوية جدا الليلة دي. بس الجزء الأكبر من هجوم الطائرات المسيرة الأوكراني لسه كان هيحصل على بعد مئات الأميال شمالا في المدينة اللي كان المفروض تبقى أكتر مدينة آمنة في روسيا، في حين إن مجموعات صغيرة من السرب الكبير للطائرات المسيرة انحرفت ونجحت في ضرب أهدافها في بحر أزوف وخيرسون المحتلة. الغالبية العظمى من جيش الطائرات المسيرة اللي عدده 400 طيارة اتجهت مباشرة نحو العاصمة الروسية أول ما دخلوا أطراف المدينة. بعض الطيارات دي تم إسقاطها بواسطة الدفاعات الروسية. بعض الطيارات دي تم التشويش على إشاراتها بواسطة أحدث أنظمة الحرب الإلكترونية التابعة للكرملين، ولما تعطلت أنظمة الاتصال والملاحة بتاعتهم وقعوا من الجو ونزلوا على الأرض تحت. وطيارات تانية اتضربت بصواريخ اعتراضية أو من فرق أرضية. السرب كان بيقل واحدة واحدة وببطء، بس كان كبير جدا على روسيا إنها تقضي عليه كله. وكثير من الطيارات بدون طيار عدت الحلقة الخارجية لدفاعات موسكو قبل ما يتفرقوا ويتجهوا لأهدافهم الخاصة. بعضهم اندفعوا ناحية ضاحية بودولسك الصناعية التابعة لموسكو اللي بتبعد حوالي 25 ميل جنوب الكرملين نفسه، وضربوا مستودع نفط كبير. النوع ده من الأماكن بقى هدف شائع لطائرات كييف بدون طيار، عشان القوات الأوكرانية بتحاول تسبب ضرر كبير في البنية التحتية للطاقة في روسيا اللي هي عمود أساسي في اقتصاد البلد. كل ما أوكرانيا قدرت تدمر أو تضر مستودعات نفط ومصافي وأنابيب أكتر، كل ما روسيا هتخسر فلوس أكتر وهيبقى أصعب عليها تكمل الحرب. ومستودع بودولسك كان أحدث هدف في سلسلة طويلة من الأهداف اللي اتضربت. السكان المحليين صحوا من نومهم على صوت صفارات الإنذار والانفجارات، وكثير منهم مسكوا تليفوناتهم وجروا على الشبابيك يصوروا الفوضى اللي بتحصل. ولقطات الكاميرا والصور اللي اتنشرت على الإنترنت بعدها بدقايق ورت مشهد دمار كبير، وكان في أعمدة دخان سميكة وسوداء بتطلع وبتملأ سما المدينة، ومركز لوجستي محلي اتخلى بسرعة خوفا من إنه في طيارات مسيرة تانية جاي عليه. وأكتر ناحية الشرق مدينة دوموديدوفو اللي فيها واحد من أكبر مطارات موسكو كانت كمان على وشك تحس ببطش قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية، وهم طياراتهم المسيرة كانت بتحلق في السماء وبتضرب موقع لوجستي مهم تاني اللي هو المنطقة الصناعية يوجني فوراتي. هناك الطيارات المسيرة الأوكرانية سببت حرائق وانفجارات كتير، وكان واحد من أهم أهدافهم مخزن تابع لشركة وايلد بيرز العملاقة في تجارة التجزئة. ده حصل بعد هجمات سابقة كتير على مخازن وايلد بيرز، ورئيس زيلينسكي وضح أن منشآت الشركة دي روسيا بتستخدمها عشان توفر مكونات خاضعة للعقوبات لإنتاج الطيارات المسيرة ومعدات الملاحة. الإجراء ده فعليا بيخلي مراكز وايلد بيرز أهداف عسكرية مشروعة، وأوكرانيا واضح أنها ناوية تفضل تعطل عمليات الشركة إلا لو قررت تبطل تلعب دور نشط في دعم آلة الحرب بتاعة الكرملين. في تقارير بتقول إن في مخازن كتير اتدمرت بعد ضربة الطيارات المسيرة الأوكرانية، وزيلينسكي كتب على إكس يشارك رأيه عن الهجوم وقال: العقوبات بعيدة المدى بتاعتنا جابت نتيجة ضد منشآت لوجستية ومستودع نفط. شكرا لمحاربي قوات الأنظمة غير المأهولة وأجهزتنا الاستخباراتية وقوات الصواريخ والمدفعية وقوات العمليات الخاصة. احنا بنرد بعدل على كل ضربة روسية ضد مدننا ومجتمعاتنا. الحرب دي لازم تنتهي، وده مش هيحصل غير بزيادة الضغط على السبب الوحيد للحرب دي، روسيا. ممكن نقول إن أهم تأثير للهجوم ده ما كانش الضرر الفعلي اللي حصل أو فواتير التصليح الكبيرة اللي الكرملين هيدفعها بعد ما شافوا كذا منشأة ليهم بتتحرق. كان التأثير النفسي هو الأهم. ملايين سكان موسكو واجهوا من جديد الحقيقة القاسية إن مدينتهم مش آمنة زي ما المفروض تكون. هم يحسوا بجزء صغير من اللي سكان كييف اضطروا يتحملوه لسنين، في الوقت اللي رئيسهم فلاديمير بوتين اتحرج جدا بعد ما قضى سنين يمدح في دفاعات بلده الجوية ويدعي إن موسكو واحدة من أكثر المدن المحمية في العالم. ومرة تانية دعاية بوتين اتثبت إنها كذب لما مئات الطيارات المسيرة الأوكرانية عدت بسهولة من دفاعات العاصمة ودخلت مجالها الجوي. وللمرة الثانية
روسيا حست بنار وغضب الحرب جوا بيتها. كل ما أنواع الضربات زادت كل ما الشعب الروسي هيبقى أكتر غضب وخوف، وكل ما يغضبوا أكتر كل ما هينقلبوا على بوتين وهيشوفوا شعبيته بتقل أكتر وأكتر مع زيادة عدد مؤيدينه السابقين اللي بيطالبوا بعزله من الحكم. أوكرانيا في نفس الوقت أثبتت ليلة 19 يوليو إنها عندها القوة والموارد اللي تقدر تضرب بيها روسيا في الأماكن اللي بتهمها أكتر حاجة. الدرونز بتاعت كييف ما بقتش مقتصرة على المعارك في الخطوط الأمامية أو الضربات الدقيقة في المناطق المحتلة، دلوقتي بقت تقدر تسافر مئات الأميال فعليا عبر الحدود وتدخل مناطق روسيا، ودفاعات العدو واضح إنها مش كفاية عشان توقفهم. الشعب الأوكراني مضطر ينام بعين مفتوحة بقاله سنين دلوقتي، دايما تحت تهديد هجمات جوية ممكن تحصل في أي لحظة. الروس في مدن زي موسكو وسانت بطرسبورغ في نفس الوقت كانوا على وشك يكملوا حياتهم العادية وهم عارفين إن الصراع شغال، بس مصدقين إنه بعيد عنهم ومش هيأثر عليهم. وأخيرا الوهم ده اتكسر. دلوقتي لو عايز تشوف تحليل تاني لتكتيكات عسكرية مذهلة ودقة عالية دوس على الفيديو اللي قدامك على الشاشة حالا، واشوفك في ساحة المعركة الجاية.